عملنا بيان على الفيسبوك. فراس الخطيب، جهاد الحسين، بلال عبدايم، فراس اسماعيل، عبد الرحمن عكاري، علاء الشبلي. هدول كنا نحن عاملين البيان باسمنا. طلع البيان باسمنا على الفيسبوك انه نحن لن نلعب المنتخب السوري حتى يتوقف القصف عن اهلنا في حمص، لانه كان هون الدبابات في حمص. كانت القصف وليس فقط في البواريد او هيك، كان الدبابات صار تقصف بحمص. صار في كل حي في اربع خمس دبابات، فكان الوضع كتير لا يطاق في حمص. فنحن طلعنا هذا البيان على الفيسبوك انه نحن لن نلعب المنتخب السوري طالما اهلنا يقصفون في حمص. وبعدها طلعنا. انا بعدها قال لي والدي انه لازم تطلع برا سوريا، لانه خلاص الوضع صار ممكن يصير اي مشاكل وكذا. وطبعا هلا ما بتذكر عمي اخو ابي قال لي الله يوفقك، انت امل العيله انه اطلع برا سوريا لا تضل بسوريا. كان عندي تواصل مع اصدقائنا بحمص دائما، فانه خلاص انه انت برا سوريا لازم تطلع. فطلعت بهذيك الفتره تقريبا بشهر التاسع، شهر التاسع 2011 طلعت وخلاص، يعني ما عاد رجعت بعدها ابدا على سوريا للتحرير الحمد لله رب العالمين.